ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معاكم محمد شرع لكم قناة اليوتيوب. فضلكم مفكرتش الجرس يفعل الجرس، دول اشتراك ولايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ. طبعا انا بتأسف على اللبس الكاجوال لسه جاي من الشغل وبتاع، تمام، ولكن انا حبيت انوه النهارده على حاجة مهمة جدا، تمام، لكل الناس اللي بتشتكي من الشغل وكل الناس اللي بتشتكي من الحياة. تمام، انا جاي النهارده عشان اقول لكم الحقيقة والواقع. يلا تابعني. واحد، اوعى تفتكر انك هتفضل كده طول حياتك في شغل وفي تعب وفي قرف. اتعب تلاقي. دي قاعدة نمرة واحد ما تفوتهاش. اتنين، اعرف انك مش لوحدك اللي بتتعب، الكل بيتعب، بس الذكي هو اللي يتعب بعقل، هو اللي يفكر وينجح صح، هو اللي يوجه دماغه وقلبه وعقله صح، هو اللي يعرف يشتغل صح، هو اللي يعرف يشتغل على نفسه صح. ده الذكي فعلا. ودي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، اوعى تستسلم ابدا. ما تحطش الاستسلام اوبشن ليك. خلي عندك دايما يقين ان ربنا هيوصلك، بس في الوقت اللي انت تكون مستعد فيه. فانت حط الحته دي في دماغك عشان تكمل لقدام. طيب، نمرة أربعة، مفيش حاجة اسمها فشل. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ امال في ايه؟ في تجارب، تمام، تجارب خاطئة تؤدي الى طريق خاطئ. فعشان انجح لازم اتعلم من الطرق الخاطئة عشان اوصل للطريق الصح. تمام، ولكن مفيش فشل، هو في تجارب غلط فانت بتصلحها عشان تكون صح، ولكن مفيش فشل. هو فشلك هو مين؟ هو انت. تمام. نمرة خمسة، عدوك اللي لازم تواجهه طول الوقت. بص في المراية وانت تعرفه كويس، هو نفسك. اي حاجة مهما كانت بسيطة او بتزعج لك يومك او بتضايق لك يومك، فاعرف انها نفسك. وقتي اعرف ان الاوبشن اللي مضايقك دايما ومزعلك هو نفسك. لو قدرت تتحدى نفسك هتكسب. تمام. فانت حذر جدا، لانك لو فتحت قلبك لحد ما تضمنش النتيجة. لو فتحت قلبك لأي حد ورجعت زعلت يبقى ما تضمنش النتيجة، انت اللي فتحت له الباب، يبقى تحمل. نمرة ستة، اشتغل دايما على الكارير بتاعك. يعني ايه اشتغل على الكارير بتاعي؟ دايما اطور من نفسي، دايما اشوف الغلطات واصلحها. دايما لو انا عندي غلطات معينه اشوف ازاي اصلحها عشان اقدر اوصل للي انا عايزه. ما اصرش، ما استكبرش، ما اقولش لا لسه لا. حاول، نكمل، ما نقفش. تمام، دي من ضمن الحاجات. نمره سبعة، تمام، ما تقفش. ما تقفش. اشتغل، شوف اي حاجه، اعمل اي حاجه، اهم حاجه ما تقفش. طول ما انت بتقف كل ده هيعرقل ويعطل. تمام، هيعطل كل الحاجات اللي انت عايزها، سواء شغل او سواء حوار او سواء رايح مشوار او رايح حتة او بتحاول تعمل حاجة مفيدة. هيعطل لك يومك. بلاش، بلاش النقطة دي. طيب تمام، ندخل على اللي بعدها. وانك لازم دايما 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 تخلي عندك ثقة ويقين في ربنا ان هنجح. اذا كنت انت مش عندك ثقة في ربنا وفي نفسك، طبعا ناس كتير هتقول طب ما انا يا عم عندي ثقة في ربنا وكلنا عندنا ثقة، بس الكلام غير الفعل. ان انا يكون عندي ثقة بربنا، ان انا اسعى واجتهد واسيب الباقي على ربنا، ان انا اكون واثق في نفسي ان انا عملت اللي عليا، ان انا ما اقعدش الوم الاخرين. ابوس ايدك، بطل دايما تلوم الناس، بطل تلوم نفسك، بطل تلوم غيرك. تمام، دي حاجة مش كويسة، دي حاجة هتقل منك. تمام، فنبطل النقطة دي. كويس، ندخل على اللي بعدها. تمام، ندخل على النقطة اللي بعدها وهي التسويف. بطل تأجل كل حاجة لبكرة. لو انت عايز تنجح ما تأجلش، لو انت عايز توصل للي انت عايزه بطل تأجيل. خلي عندك ثقة انك عايز تكمل. رتب نفسك، رتب دنيتك، حاول تشتغل، اشتري لبس، حاول تطور من نفسك، حاول تعمل اوبشن ليك، حاول تعمل مشاريع، حاول تشتغل، حاول تدور. مفيش حاجه اسمها مفيش شغل، في حاجه اسمها ان انا ما دورتش كويس، ان انا ما لقيتش الشغل المناسبه. وحتى لو ما لقيتش الشغل المناسبه حاول تدور عشان تلاقي. ربنا مش هيخذلك، لكن تقف في مكانك هتعطل وتعطل اللي حواليك. ما تخليكش عالة على المجتمع. طول ما انت بتبحث، طول ما انت بتدور هتنجح، هتوصل. بس خلي عندك ثقة ويقين انك هتوصل. مفيش حاجة مستحيلة. ياما سمعنا عن نجوم كبار غيرهم وغيرهم على اليوتيوب. واحد اسمه مستر مكاوي، دكتور مكاوي، الراجل ده يعني يا جماعة بصوا بدأ من الصفر، وغيرهم 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 والقيصر فانت دي البداية. حاول
عايز تنجح من مشروع على اليوتيوب، عايز تشتغل، اشتغل على نفسك، ظبط لبسك، ظبط دنيتك، روح شركات، اتعلم، خد اوبشن ببلاش. بس اهم حاجة انك تكسب، انك تحاول انك تقوم من اللي انت فيه. لكن طول ما انت قاعد مش هتعمل اي حاجة. فنصيحة مني، جرب انك تقوم من كسلك واحباطك عشان توصل اللي انت عايزه. ان شاء الله النهارده خلصنا حلقتنا على خير، واتمنى اشوفكم الحلقة الجاية ببرنامج جديد من قناة محمد شعراوي. اشوفكم بخير.